بقول لك ايه، بصي كده على اللقطه اللي انا هعملها دي هموتك ضحك. لقطه ايه ده؟ انت وقعتي يا كوكو؟ يا حرام. قومي يا شهد، ولا تعرف تقوم لوحدك يا نغه؟ طب ليه يا جدعان بس كده؟ هو انا عملت لكم حاجه؟ كيفي كده؟ كيفي جابني اوقعك؟ وبعدين احنا بنهزر معاك، تزعل يعني من الهزار؟ يا كوكو لا عادي، ما بزعلش من الهزار، حصل خير. ايه اللي خرجكوا دلوقتي من البيت؟ احنا كنا رايحين نجيب الدرس بتاع عيد ميلاد شهد. ايوه كنا رايحين نجيبه. وانت مالك يا ابني، فيك ايه؟ لا ده كان واقع على الارض واحنا كنا بنحاول نساعده. قلنا نشوف لو محتاج مساعده نجيب له ميه من جوه او اي حاجه. ايوه الكلام ده حصل؟ لا ما حصل، ده انا كنت واقف هنا وهم فعلا كانوا عايزين يجيبوا لي حاجه اشربها، اصل انا وقعت غصب عني. طب وايه؟ ايه هنقف نعطف على الناس ولا ايه على اخر لا الزمن؟ احنا كنا ماشيين بس قابلناه بس مش كنتوا ماشيين؟ ايوه. ايه اللي موقفكم؟ مفيش حاجه، كنا بس بنحاول نساعده. الدرس بتاع عيد ميلادك ما جاش ليه؟ الساعه دلوقتي كام؟ لا ما المحل لسه ما فتحش، قدامه نص ساعه لحد ما يفتح، ويا دوب نوصل هو يبقى فتح على طول. الطريق لسه نص ساعه، مدينه نصر كده. طب يلا ماشي يلا. حصل خير يا اخينا، مفيش حاجه يعني. مالكش دعوه حصل خير ولا ما حصلش. ميجو بيه، السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام. انا كنت عايز اقول لك على حاجه بخصوص اختك. انهي واحده فيهم؟ هما الاتنين الصراحه. ايه اللي حصل؟ بخصوص الواد اللي كان بيقص الشجر بره. ماله الواد اللي كان بيقص الزفت؟ الصراحه كده الراجل ده غلبان، واخواتك البنات افتروا عليه. افتروا عليه؟ افتروا عليه يا ابني، ده كانوا بيحاولوا يساعدوه، افتروا عليه ازاي يعني؟ يساعدوه يا ميجو بيه؟ هو اقول لك على حاجه، انت راجع الكاميرا بره وانت هتشوف هم عملوا ايه. وراجع الكاميرا ليه؟ هم عملوا ايه اصلا؟ الصراحه كده الراجل واقف على السلم واختك راحت ضربت السلم برجلها ووقعت على الارض. اختنا عملت كده؟ اختك والله العظيم عملت كده. انت متاكد بالكلام اللي انت بتقوله ده؟ والله العظيم. ماشي يا بيومي، روح دلوقتي. هو ماله عصبي ليكي؟ راجع بقى الكاميرات ونعرف كلام فرد الامن ده بجد ولا مش بجد. انتر. ده كلام فرد الامن طلع بجد، بيوقعوا الجنايني من على السلم. يا بيومي. ميجو باشا، عايزك تجيب لي الواد الجنايني ده وتيجي. تحت امرك يا باشا، هجيبهولك حالا. بسرعه يا بيومي. سلام سلام. هو انت جمعنا ليه؟ هو انتوا ليه لما بتغلطوا ما بتجيش تقولوا ان انتوا غلطانين؟ عشان احنا ما بنغلطش. عشان انتوا ايه؟ ما بنغلطش. وايه رايكم في الفيديو ده؟ لا ميرا كانت بتسندني وكعبلت. الراجل الجنايني يا باشا. يعني انت اتكعبلتي في السلم، فالراجل اللي هو اللي وقع. انا كنت ماسكه شهد كنت بتلعب عليها لفت رحت واقعه. كدابين يا باشا. انت يا ابني. ايوه يا باشا. هي فعلا اتكعبلت ولا هي اللي ضربت السلم برجليها؟ يا باشا ما حصلش حاجه وخلاص يا عم. يعني ايه ما حصلش حاجه؟ ما هو قال لك اهو ما حصلش حاجه. بيت. وبعدين هو ظهره كان ليه هيشوف مني. صوتكم ما يعلاش طول ما انا هنا بتكلم. اتكلم يا ابني وقول اللي حصل. بصراحه كده وانا كنت واقف في اكل عيش وبقص الشجر، لقيتهم عدوا من ورايا وضربوا السلم وقعوني على الارض. هو فين جنب الباشا؟ هو فين جنب الباشا عشان تتكلم معاه كويس؟ بس هي واحده من دول، وانا بصراحه ما عملتلهمش حاجه ومش عارف هم عملوا لي كده. يعني الحوار ان هي ما اتكعبلتش ولا حاجه، وهي قصدها ان هي تضرب السلم. وبعدين هو شاف ازاي؟ هو كان ظهره لينا. ايوه بجنبه. مش عارفه. طب وبالنسبه للكاميرات اللي انا راجعتها؟ ما انا زي ما قلت لك انا كنت بمسك في شهد وكعبلت وقعت. المفروض اكذب الكاميرات واصدقكم انتوا. طب وانت هتبقى يعني اخواتك؟ اكيد طبعا، طالما اخواتي مش على حق ومفتريين يبقى هبقى يعني اخواتي. يا عم ما حصلش حاجه، وانا يا عم والله العظيم خلاص مش زعلان وراضي. ما حصلش خير. كنتوا قاصدين ولا ما كنتوش قاصدين؟ بصراحه كده ايوه كنا قاصدين. ليه بقى؟ قلنا نضحك عليه. بتضحكوا على ايه؟ واحد شيان شغال؟ يعني كنا بنهزر. احنا كنا بنضحك ويعني انا اتهورت ورحت قلت لشهد ان انا اوقعه ونقعد نضحك،
ايه المضحك في كده؟ ايه المضحك ان انا اوقع واحد مالوش ذنب؟ يعني افرض حصل له حاجه، افرض رجليه اتكسرت وسترت وما حصلوش حاجه، واقف شبه القرد. وانا لسه هستنى لما يحصل له حاجه؟ على فكره يا استاذ انا بس هو انت ما صدقت تتكلم دلوقتي؟ حلت دلوقتي انك تتكلم يعني؟ مش عايز اسمع صوت. ايه اللي يرضيك يا ابني؟ يتاسفوا لك؟ لا ولا اي حاجه، وكفايه ان انا دخلت بيتك وبصراحه انت راجل انا محترم قلت وذوق. يتاسفوا لك. يتاسفوا لك. انت هتخلينا نتاسف للجربوع ده؟ شكرا استهان. العفو. بنت انت هتحترمي نفسك ولا ايديا هتعلم على وشك؟ اعتذري له. يلا. سوري. لا بالعربي. انا اسف. يلا غور على اوضتك. العفو. رايحه فين؟ طلع ولا على الاوضه؟ لا طبعا. لا طبعا ايه؟ هتعتذروا لي انتوا كمان. اكيد انت متقبل اسفي من غير ما اقول اسفه صح؟ انا عايز اسمعها. انا اسفه. شكرا. لا مش حاسسها. قولي لها وانتي بتبتسمي. انا اسفه. ولا دي كمان حاسسها يا باشا. عشان خاطر بيوم هو كمان مش حاسسها. انا مالي بيومي ما يولع. التالتة. انا اسفه. عشان تبقى واقفة تضحك عليه تاني. غور على اوضتك. اقعد يا ابني. الله انا مش عارف اقول لك ايه، بس انت راجل ذوق ومحترم وكفايه ان انت عملته معايا دوت وخليتهم يعتذروا لي، بس والله العظيم ما كنتش عايزك تكبر الموضوع اكتر من كده. هو انا لما جيت دخلت عليك وقلت لك ايه الحوار قلت لي مفيش حاجه ليه؟ ما انا ما رضيتش اقول لك عشان ما تاذيهمش، وهم اخواتك مش هينفع تعمل لهم حاجه بسبب واحد يعني. يعني هم وقعوك في الارض وانت بتتحملهم؟ باشا انا على باب الله وبجيب يوميتي بيوم يعني فاهم، فالحمد لله لا اي حاجه، ومش عايز اعمل مشاكل لنفسي ولا اعمل لحضرتك مشاكل، وبعدين انت بان عليك راجل كبره ما شاء الله يعني، فمالهاش لازمه يعني واحد زي قصدك. انت شكلك طيب. انت اسمك ايه؟ اسمي محمد. ماشي يا محمد. بيومي ايه يا باشا؟ من النهارده محمد يلبس قميص فرد امن زي اللي انت لابسه ده ويشتغل معانا في الفيلا. طب والواد ابن اختي اللي انا جاي لك ايه يشتغل معانا؟ انا مش ضامن ابن اختك يا بيومي. انت هتفضل تجيب لي عيلتك؟ ما كفايه انت يا عم طالع واكل نايم واكل صاحي واكل شارب نايم اكل. بتهدى يا عم. رضا الحمد لله. طيب. خيرك علينا يا باشا. بتاكل اليوم كله؟ ما طبعا يعني بيبطلش. مفيش حد باكلش اليوم كله. وبتدفع فلوس كده؟ بدفع فلوس الحمد لله يعني. ماشي. يلبس فرد امن زيك ويستلم شغل. ربنا يخليك يا باشا، والله انا مش عارف اقول لك ايه. حبيبي يا محمد، ولو عوزت اي حاجه انا موجود هنا. الله يبارك. يلا يا بيومي. ماشي يا باشا. يلا. عايز اي حاجه يا باشا؟ في رعايه الله. السلام عليكم. حبيبي يا محمد. اللاب ده بقى بيشغل GTA. انابيب يا استاذ. بقول لك ايه بتاع الانابيب؟ اتفضلي يا استاذه. عايزه انبوبه اوديلك لغايه البيت؟ لا انا مش عايزه انبوبه، انا عايزاك في شغلانه احلى من كده بكتير. ايه يا استنى من اللي انت بتعمليه ده؟ ايه بقى الشغلانه اللي انت عاوزاني فيها؟ اركب معايا وهعرفك كل حاجه. اركب معاكي؟ حاضر. يلا. يا ستان لا مؤاخذه، بس هي ايه بقى الشغلانه اللي انت عاوزاني فيها؟ تعالى ندخل جوه الاول وهتعرف كل حاجه بنفسك. اخش جوه فين يا ستان؟ هو انا هاكلك يا ابني؟ تعالى نخش جوه افهمك كل حاجه. يلا اتحرك. طيب. ثانية واحدة بس. هو حضرتك ده بيتك؟ بيتي يا حبيبي، كل ده بيت؟ يا ما بيتي يعني فين؟ والله الواد ميجو ده ربنا بيحبه، كسبه في الانتخابات. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه هي وكاله من غير بواب صوتك ما يعلاش. مين الاخ؟ مين الاستاذ؟ ده هنا حارس الفيلا. فرد الامن. فرد الامن بتاع الفيلا. مش شايفه الشرطتين؟ مش شايفه الثلاثه. شايفه الشرط، شايفه البطه ولا مش شايفاها؟ شايفاها. يلا بقى. بطاقتك انجز. ما معيش بطاقه. بطاقتك متجوز ولا اعزب انت ولا حاله امك؟ انجز. لا والله اعزب. اعزب. بس على حالته الاجتماعيه. يلا يا ابني. الواد ده مش هيعتب عتبه الباب. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان حمو بيه مش موجود. ما انا خدت اذن حمو بيه ان هو يدخل يصلح لي جوه الانبوبه. فين يصلح الانبوبه؟ بتتصلح؟ قصدي يركبها يعني. انا اللي جاي اصلح الغساله. يا ابني هيركب الانبوبه. واي
انت مين ياض وجاي هنا تعمل انجز؟ انا والله العظيم يا عم انا راجل بتاع انابيب واسمي بيومي. طالما اسمك بيومي يبقى ماشي. طب تمام. طب ما فيش حاجه طيب عشان مفيش حاجه شخلل عشان تعدي. الفلوس انا بس خدتها. انت لميتها. ايه يلا حل عليك كله يلا. يا انا استنى من دي فلوس. خليك اكتر جوه اسكت بقى. اذا كان كده ماشي اتكلوا على مرضي؟ الله. مرضي. الحمد لله يلا. انت خايف مني كده ليه يا ابني؟ ما خايف منك الصراحه. اقعد بس كده يلا. طب سؤال صغير، اتفضل. انت ليه خليتني سبت الانبوبه في الشارع طالما انت عايزين اعمل لك البوتاجاز؟ احنا اصلا مركبين غاز طبيعي في الشارع، انبوبه ايه؟ انا قلت كده بس ليه؟ عشان يرضى يدخلك. طب انا جاي هنا اعمل ايه؟ هتفهم كل حاجه. ايه الريحه الزباله دي؟ خد ريحه زباله؟ انا حاطط جاز. جاز؟ في حد يحط جاز على جسمه؟ خد الهدوم دي عمرك ما كنت تحلم تلبسها اصلا في حياتك. هتلاقي الحمام على ايدك اليمين، خد شاور كده وتعالى كلمني على رواقه. لا انا مش هغير، انا لازم اعرف انا جاي هنا ليه. انا هديك فلوس عمرك ما حلمت بيها قد كده، اضعاف عمرك ما كنت تحلم انك تاخد الفلوس دي اصلا. ايوه ده جزء بسيط. ماشي تطلع تغير فوق. حاضر. تاخد الفلوس طيب دي. ماشي هات الفلوس الاول. خد. طب انت متجوزه؟ ايوه متجوزه وجوزي زماني جاي اصلا. زمانه جاي؟ زمانه جاي. دي تبقى مصيبه. مصيبه ليه ان شاء الله؟ ممكن يجي يضربني. انا هفهمك على كل حاجه، ما انا عايزاك في النقطه دي بقى. اطلع فوق وغير وانزل على رواقه وافهمك كل حاجه. يعني هي دي الشغلانه؟ دي الشغلانه وهتتضرب فيها ضرب بسيط يعني. اتضرب؟ لا انا ما اتضربش استهان بعد اذنك. خفيف يعني كانك يعني عادي ماشي. المهم يلا خد عشان تلبس وننزل على رواقه. عشان خاطر الفلوس. امال عشان خاطر ايه يعني؟ شفت نضفت ازاي؟ نضفت؟ ايوه وحلويت. والله البدله بتاعت الشغل احسن من اللبس ده متهيألي. ماشي. طب بص يا استهان، بصراحه بقى، هو انا العلقه اللي انا هاخدها علقه تموت ولا علقه خفيفه زي ما انت بتقولي؟ بص انا ما اعرفش، انت هقول لك دلوقتي على اللي هيحصل وانت هتشوف. ماشي. انا جايباك هنا يا سيدي عشان تعمل نفسك انك حبيبي وكده. عشان ايه؟ تعمل ايه؟ في اتخضيت مين انا اعمل ليه؟ انا حبيبي حضرتك انت قايله اللي انت متجوزه، اوعى ايدك. صباح الخير يا مجمع. صباح الفل يا حمبي. فين؟ مالك فيه يا ميجو؟ الواد اللي حضرت الاستاذه شهد جايت لك عليه، اللي هو جاي يغير الانبوبه جوه مع استاذه شهد. اهدى بس اهدى كده. انبوبه ايه وشهد ايه وواد مين؟ انا اصلا مركب غاز يا ميجو. مركب غاز ازاي؟ البوتاجاز حضرتك، الانبوبه بتاعت البوتاجاز الاستاذه شهد جت من نص ساعه كده، قالت جابت عيل كده معاها سحبته جوه عشان يغير لها عيل مين ده؟ ما انا واقفه كده بتعمل ايه ولازمتك ايه يا ميجو؟ مين ده اللي دخل؟ يعني حضرتك انت عندكوا غاز طبيعي مش عندكوا انابيب؟ ايوه. يبقى استاذه شهد بتخونك. وانت واقف بتعمل ايه هنا؟ ودخلتهم ازاي اصلا؟ ما ادتني الفلوس دي وقالت لي خليك قاعد هنا ولو حمو بيجي رن عليا. طيب ماشي. عصبي قوي مش عارف متعصب ليه. انت في ايه يا ابني؟ انا هاكلك ولا ايه؟ انا جايباك هنا عشان اخلي حمو جوزي يغير عليا. وانا مالي يغير عليك ولا ما يغيرش عليك؟ اسكت ليه؟ يا نهار اسود. مين يا؟ انا ما اعرفش. ده حبيبي. ده يا ليلة سودا، حمو بيركب العار. حمو يا ابني بس يا ابني هتفضحني في المكان. اهدى. انا شاكك في الواد. ايه يا عم؟ انت مين؟ انا وحياة امك لو ما نطقت وقلت انت مين اللي هديك. اقول لك والله العظيم اقول لك. حمو بيه ما تلم لحمك انت. ايه الواد شكله غلبان، لم لحمك وانت اسكت. وخليت الناس تسمع بيا. يا حمو اهدى. ده انت تفضحي بلد يا شيخه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. اهدي عليا. انت غير تقول جاينا ليه؟ بص حضرتك انا راجل بتاع انابيب، وهي شافتني في الشارع وقالت لي انا عايزاك في شغلانه. الله. ده خلع العفريته اللي كانت جايبها. بس يا عم الله يكرمك انت تفضحني. خلاص. ايه ده يا بنت ده واحد صاحبي. جايبها لي واحد بتاع انابيب. لا انا جايباه بس عشان يعني كان انت يا ست الكل انت دافع عن نفسك. بصراحه كده. والله العظيم سعادتك انا دخلت الحمام بس. دخلت ايه؟ الحمام. دخلت فين؟ دخلت الحمام والله. عملت ايه ده؟ ما عملتش حاجه والله ما عملت حاجه. ما تقول حاجه يا عم انت. شكله غلبان الواد ده وما بيكدبش والله. صعب عليك على من جنبي. اللي انت عملته ايه يا حمو افهمك على كل خليك حاجه. الناس سمعت. ثواني انا هخليه يجيب اللي في بطنه. انت ايه؟ انت جيت هنا ليه؟ جايت لك ايه؟ عايز ايه انت؟ والله العظيم زي ما قلت لكم كده،
انا كنت راجل راح اغير انبوبه لواحده ست، تمام. وفجاه هي قابلتني في الشارع بعربيه سودا كمان. ايوه العربيه البي ام. انت قالت لي انا عايزاك في شغلانه. رحت قلت لها شغلانه تياس تاني، قالت لي اركب بس وانت هتعرف بعدين. جيت هنا عملت ايه انت؟ ما عملتش حاجه والله. قالت لك ايه؟ قالت لي خش غير بس. وبعدين قالت لي الصراحه ان جوزها ما بيغيرش عليها. والله زي ما قالت كده. شفت يعني ما فيش اي حاجه، انا جبته بس عشان بصراحه كده انا حاساك ان انت ما عدتش بتحبني زي الاول، ولا عدت بتهتم بيا، ولا حتى بتغير عليا، فكنت عايزه اجس نبضك. اجس نبضي؟ ما حضرتك برضه انت اللي عامله لي في شعرك ده يعني. ايه المغري في شعرك؟ يا عم وانت مالك؟ يا ابني انت مالك؟ والله فرع العتبه والله. يا ابني اهدى يا ابني، انت مش جاي هنا تعمل لي ام الفيلا وتتكلم. عمو انت متجوز غراب اسود وسابق شعر اصفر. هو ايه وانت مالك؟ دلوقتي بس عايز اعرف حاجه. هيغير عليك ازاي بشعرك ده؟ انت دلوقتي طالعه منين الكلام ده؟ جبته بس. بقول لك ايه؟ فين الفلوس يابا؟ خدوها مني. طيب يلا. طب ثانيه واحده. يلا انجز. طب ثانيه واحده بس اسمعوني. إيه؟ انا الصراحه سبت الانبوبه تحت في الشارع، والانبوبه دي ثمنها 3000 جنيه دلوقتي، انا اعمل ايه؟ وحياة امك خلاص يا حمو. لو شفتك هنا تاني انت والانبوبه بتاعتك ما هتطلع من الباب ده خالص. صهور الانبوبه يا باشا. وقف في 60 داهيه. السلام عليكم. خلاص يا حمو ما تعصبش نفسك. ما تعصبش نفسي بس يا عادي عادي. انت شفت اللي بتقوله؟ خليك فور فن يا حمو بيه، فور فن يعني. فك اعصابك، بص فك اعصابك. ايه فك ايه يا ميجو؟ بس انا فضحت بقى بجلاجل والناس كلها. ما عملتش حاجه، انا جبته بس يا شيخ الله يفضحك يا شيخ. ايه اللي انت عملته فيا ده؟ حمو يعني مش بتغير عليها ليه يعني؟ ما تغير عليها يعني عادي يعني. مش بتغير عليا ليه؟ تحترم نفسك يا ميجو انت كمان. اطلع بقى انت كمان يا ميجو. اقول لك الوصفه اللي هتخليه غير عليك غير تسريحه شعرك دي عشان يا عم اطلع بره. والله بغبغان متجوز بغبغان. انا عملت كده عشان بس اجس نبضك، اشوفك بتحبني زي الاول ولا لا. بصي، هي البني ادم الغدار والبني ادم الخاينه تستاهل كل اللي بيحصل معاها، وانت خاينه يا شهد. انا مش خاينه يا حمو. لا انت خاينه، اللي يخليكي تدخلي واحد غير جوزك في بيتك يبقى انت غداره وخاينه وما تستاهليش تعيشي هنا. يعني قصدك ايه؟ يعني انت طالق يا شهد. انت بتطلقني يا حمو؟ ايوه انت طالق. ماشي يا حمو. يلا رجعي للشارع اللي انت جيتي منه يا حبيبتي. عارفاه ولا ارجعهولك تاني؟ يلا. لا عارفاه. يلا. ازيكم يا دكاتره؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اختبار النهارده سهل وبسيط. كل واحده فيكم في ايديها بالونه وسرنجه. المطلوب ان السرنجه تخش جوه البالونه من غير ما تفرقع. هنبدا بالطالبه نهى. للاسف يا نهى انت سقطتي في الاختبار، تقدري تروحي. الاختبار ده شكله صعب قوي. هو ولا صعب ولا حاجة، أنا عديت بالاختبار ده حوالي 5 أو 6 مرات. هي تركاية بسيطة. الدور عليك يا شهد. للاسف يا شهد انت كمان سقطتي، تقدري تتفضلي. طب بقولك ايه، ما توريني كده بتتحل ازاي طالما انتي حلتيها 2 3. طيب بصي يا ستي، هو الموضوع بسيط قوي. بتدوري على أضعف مكان في البالونة اللي هو بيبقى ده، وبتحطي فيه السرنجة بالراحة بس. ولو حطيت السرنجة في الثقب ده كده مش هتفرقع؟ لا مش هتفرقع. تمام. اسماء دورك انت. هالي يا اسماء، برافو انت اتقبلتي. دورك انت بقى يا هدير. للاسف يا هدير انت كمان سقطتي، تقدري تتفضلي. ايه اللي انتي عملتيه ده يا اسماء؟ يعني بعد ما ساعدك بتعملي معايا كده؟ في ايه؟ هو انتي ودانك منمله؟ ما قالك اتفضلي روحي. ثانيه واحده بس يا استاذه. في ايه؟ على فكره انا شفت كل حاجه. ايوه انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايزك بس اطلب منك طلب صغير، تروحي تقعدي مع صاحبتك وانا اقنع الدكتور ميجو ان شاء الله يعيد لك الامتحان تاني. هي مش صاحبتي وانا مش عايزه اقعد معاها. طيب ممكن بس تسيبيني بس اتكلم مع الدكتور ميجو وان شاء الله خير. ماشي تمام. اتفضلي. ايوه يا ماما، معلش يا حبيبتي، اعذريني بس ان انا اتاخرت عليكي. انا باذن الله كده هبدا انزل شغل من بكره اكيد، لان انا نجحت في الاختبار. معلش يا ماما.
مضطرة ان انا اشتغل. ما من بعد بابا الله يرحمه مين يعني هيصرف علينا؟ حقك عليا ان انا سايباكي في البيت لوحدي. معلش، واول ما اجي هجيب لك العلاج وانا جايه باذن الله. ماشي يا حبيبتي، سلام، في رعايه الله.